ازيك يا حبيبنا عامل ايه؟ لو اول مره يشوفنا يعمل ايه؟ حطوا اللايك، حطوا لنا لايكات كتير، اشتركوا عندنا، وصلونا بقى الملايين كتير بقى. اختي انتويه خلاص كالعاده حطوا لنا اللايك من غير ما اقول لكم، يعني اللايك ده دعما لينا وبحبكم جدا وحشني كتير. قولوا وحشنا يا لولو، وحشنا كتير. وعاملين ايه في الجو الساعه ده؟ وتمشي بقى خلاص تنزلي، هي بس جايه معايا عشان نبدا الفيديو. يلا انزلي. بس قبل اي حاجه كان في متابعه عندي بعتلي شويه حاجات كده هديه، فانا اول حاجه حابه اشكرها، وبرده هقول لكم برده على الصفحه بتاعتها لو انتوا عاوزين حاجه كلموها. اول حاجه ده ملطف جو معطر بجد يا جدعان تحفه. انا هتقولوا لي يا مزاد تحفه زي انت جربتيه، هي بعتلي المنتجات دي، المنتجات دي جايباها لي حلوه حبيبه. شفت فيديو امبارح قلت لا روعه. المنتجات دي بقى لها اسبوع عندي وانا رشيتها في الشقه واستخدمتها. البخور ده ريحته جامده، طبعا مش هينفع ارشه هنا عشان النار مفتوحه وبعمل اكل. والله العظيم ريحته جامده جدا اهوت، معطر جو جامد جدا للعروسه، ريحته جامده. وبعتالي كمان بخور، ده بخور بس جميل برضه. انا استخدمت على فكره كل حاجه الاسبوع دوت عشان برضه لما اجي اتكلم عليها ابقى مديها الحق. يعني حتى مكسره واحده ممكن ثلاثه، وكسرت واحده خدت منها حته، وحتى بخوره وحتى اسمه ايه بتاع على الفحم ده، حتى فحم على النار. ومدوت بخور برضه ريحته جميله جدا. على فكره مكتوب المنتجات من السعوديه، مكتوب كده اهو. كاتبالي على ده بيتهيألي سبراي العرق. بصي هو ريحته جميله جامده، بس انا عن نفسي مش هستحمله لان انا حامل. البرفان ده بكتب عن نفسي. خدي ريحته حلوه بس انا مش مستحملها، بس ريحته جميله. بصوا انا هكتب لكم الصفحه بتاعتها على الشاشه والرقم بتاعها. على فكره الفيديو ده انا عامله لها، واقسم بالله انا مش واخده منها جنيه ماشي. بس انا محمد لما اتكلم معاها قالت له ظروفنا وكده، فانا عاملاه كده اهوت. بس امانه عليكم ادعوا لام السلامه، وانت صاحبه المنتجات ادعي لام السلامه. شكرا جدا والله العظيم الحاجات جامده. امسكي كده اهو، انا جربتها وكمان عشان برضو هعمل اكل، فانا مش عارفه اجرب البخور. فانا يا جدعان ما حتى حته بتاع اهوت. هاتي يا حبيبي واحد بخور ابيض. هو البتاع اهيت. معلش يا جدعان ماسكه بالمقص عشان معيش اللي هي بتاعه البتاع. حطي واحده على البتاع الابيض ده، نطلعها في الصاله. بصوا يا جدعان اعذروا لي ايدي بتاعي عشان واخده فيتامين. يا لهوي خدي انت يا حبيبه حطيها على الحته المولعه دي. بسم الله بسم الله. اقسم بالله يا جدعان ريحته جامده جدا جدا جدا، بس مش هينفع احطه في المطبخ عشان الاكل، هو بيسيح كده وبتسيبيه في الصاله ريحته جميله جدا. فانا هطلعها في الصاله ريحته جميله، يعني كل يوم واحده كده وريحته جميله جدا. فانتوا اتعاملوا معاها والله العظيم، وربنا يرزقك يا رب، ويرزق كلنا، يرزقنا جميعا يا رب. بس امان عليك ادعي لي دعوه حلوه والله العظيم. ريحته جامده. بسم الله بسم الله ما شاء الله. لقيتك استلقيتك يا مزينه انت والبيبي، وريتك يا حبيبي وريتك يا محمد. ربنا يرزق كل مشتاق يا حبايبي. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. امسك يا بنتي. وحشني كتير والله العظيم. انا بقالي اسبوع ما وقفتش قدام الكاميرا. ليه يا جدعان؟ تعبانه. انا مش كل شويه تقولي بتتكلمي على الحمل. الحمد لله مش بتكلم على الحمل ولا بحب الدلع على الكلام ده. ويا اختي الفضيله لو عايزه تتابعيني وتحبيني انا كشخصيه اهلا وسهلا. مش بتحبيني يا ريت الغي المتابعه والغي اللايك بتاعي. انا الفيديوهات دي للناس اللي بتحبني فقط لا غير. بصوا يا جدعان انا يوم راس السنه تعبت جدا. كنت رايحه انا وجوزي عادي نطمن على سونار يعني كده، نطمن نشوف النبض ظهر الحمد لله. فالدكتور قاس ضغطي لقيته 80/50، فقعدت تدور على العلقه حتى تلاقوا هنا علامه سوداء باينه عنك، علامه هنا اهو بصوا يا حبه باينه، وهنا بصوا علامه سوداء. المهم كانت بتدور على العلق، وهنا كمان مش شايفه عرضي كتفي ودراعاتي وكده عشان تعلق لي محاليل. الحمد لله علقت وبقيت كويس. بصوا يا جدعان بقى خفوا شويه من كومنتات الحمل ديت. خلاص ربنا كرمني. انا ما كنتش مخططه اللي يحصل حمل، وخلاص ربنا كرمني. انا لو كنت مخططه ودماغي كانت بتخطط كنت خدت حقنه الار اتش بتاعتي وانا بولد لولي. انا ولدت لولي ما خدتهاش على اني كنت خلاص قلت هستكفى بالخمسه اللي عنده والحمد لله رضا وربنا يخليهم لي. فحصل حمل. انا لو كنت مخططه كنت خدت الار اتش. ده تحليل عشان ما خدتش حقنه الار اتش. فبعمل ايه كل شهر؟ الدكتور قالت لي كل 6 اسابيع تعملي تحليل اجسام مضاده. انا الحمد لله عملته. تعالى يا محمد وقرب شويه. طلع ايه؟ نيجاتيف. يعني ايه الحمد لله ما فيهوش حاجه. عاملاه يوم 2 واحده واختي. الحمد لله نيجاتيف، مش محتاج حاجه. الدكتوره قالت لي لو محتاجه حاجه يعني تعملي كل شهر ونص. لو التحليل اجسام مضاده عالي تاخدي حقن وتاخدي علاج. وقالت لي على الشهر السابع هناخد حقنه الار اتش. يعني انا مش مخططه لاي حاجه والحمد لله ربنا يكمل لي على خير وام بالسلامه. وكمان جالي زي نزيف بسيط، فالدكتوره كتبت لي دوت اللي هو مثبت، وكتبت لي على حقن زيت باخدها يوم او يوم لا. وطبعا في واحده كانت كاتبه لي كومنتات الله يسامحك بتقول لي انت عندك 5 ليه تاخدي مثبتات؟ ما تسيبيه ينزل. بصي يا اختي ربنا اداني هديه فلازم احافظ عليها، ما اهملش فيه، اعمل اللي عليا، اخد المثبتات واخد كل حاجه. لو عاوز ينزل ما عند الله عادي، مش عاوز ينزل خلاص. بس انا عن نفسي الحمد لله ربنا يكمل لي على خير. كتبت لي ده على كمان يا جدعان ده حاجه للسيول، وكمان هتكتب لي على حقن تتاخد تحت الجلد. فانا متدمره.
فراعوا اللي فيه واحده حامل وكده، فراعوا الكلمه الطيبه صدقه. اذا ما كانش عندك كلمه طيبه فيا ريت ما تعمليش خالص وما تكتبيش، وخلي التعليق اللي انت عايزه تضايقيني بيه خليه في سرك كده اكنك كتبتيه بالظبط. الفيديو بتاعنا بقى عباره عن ايه يا جدعان؟ هنعمل الغدا بتاعنا معاكم وهوريكم شويه الخزين. بجد يا جدعان معطر، ريحته جامده جدا. انا مش هستخدمه في الصاله ولا في اي حته، هستخدمه في اوضه النوم بتاعتي بس. ريحته عامل زي البرفان، زي اكنك رشيت المعطر بتاعك، جميل جدا. فانا باذن الله هتعامل معاكي، انا كشخصيه بحب المعطرات، بس اعدي بس شهور الوحم ده وهتعامل معاكي، هاخد منك حاجات وهدوت اشيله وحاجات نضيفه. هنخش بقى على الاسعار يا جدعان. انا لسه دلوقتي جايه من السوق، الاسعار بقت نار نار نار. كيلو الفراخ سالت عليه لقيته ب 60 جنيه الفراخ العاديه، والبانيه عامل 120. قلنا الاسعار عندكم برده واحنا نقول لكم ايه. البيض انا جايبه 4 بيضات، انا كان معايا اخر 12 جنيه فانا جبت بيهم، فاهمين؟ عبال ما ربنا يكرمني وادفع فلوس وكده. الاربعه دول عاملين كام يا حبيبتي جبتيهم؟ 12 جنيه ولا 15؟ 12 جنيه. جبت 4 بيضات. بيضه 3 جنيه. انا جايبه عشان هعمل بانيه، مش جايبين اكل، اوكي؟ مش جايبين الاكل يعني. جبت الجبنه مش عارفه دي ب 15 بقى ولا بكام. جبتي الحلاوه دي باين عامله 6 جنيه، انا مش كيفه حلاوه، بس هاخد حاجه صغيره بس عشان تغير لي طعم بقى. جبت جبنه رومي، ده فطار لبكره يعني، وجبنه لانشون. جبت مخلل، ده عادي يعني حاجات للفطار. جبت فراوله عامله 15 جنيه، فجبت كيلو ونص، العيال كيلو ونصها. جبت كيلو الا ربع مكرونه، النوع ده اول مره اجيبه زي القلم. البطاطس يعتبر هي سعرها متوازن، والطماطم البطاطس عامله 6 ونص، جبت 3 كيلو ب 20 جنيه، والطماطم عامله ايه مزاد 3 ونص، جبت 3 كيلو دول عاملين 10 جنيه. والبرتقال برده يعتبر هو برده كويس، البرتقال 6 ونص، جبت 3 كيلو ب 20 جنيه. جبنا ملح، جبنا بتاع ده كيس لبن بخيره، وجبت بانيه. لقيت الفراخ غاليه فجبت بانيه، قلت هجيب فرختين هيعملوا 300 جنيه على ايه، فلا لازم امشي على قدي عشان احنا خلاص يعتبر اخر الشهر، احنا اول الشهر كده، فالدنيا لسه بقى ما قبضناش وكده، فالدنيا مزمده شويه. وجبت نص كيلو بانيه، وجبنا كورن فليكس لمحمد. هم دول الحاجات اللي جبناهم بس، فانا مش بمشي كتير فبجيب حاجات على قد. هنعمل بانيه. بصوا يا اختي انت وهي اروح اشيل الحاجات ديت ونرجع نعمل الغدا مع بعض. هبدا بقى اعمل حاجه يا جدعان، والله جايبه كيلو ونص فراوله، كيلو ونص، لا خلوه كيلو الا ربع، ويكفي البانيه. وهنحط المكرونه. انا اول مره اجرب المكرونه دي. عباره عن ايه يعني؟ زي القلم كده. مش دي بنجيبها دايما؟ لا يا جدعان اعذرونا، حتى الكيلو عاوزه اشيله، الاسيتون بتاعي ضايع، فانا عماله اقشر فيه من امبارح عشان يتشال، فاعذرونا يا جدعان. بسم الله. نحط المكرونه تتسلق. والله العظيم وحشاني يا جدعان، انا بقالي كتير قوي ما وقفتش قدام الكاميرا من ساعه اخر المره الفيديو اللي هو بتاع السندوتشات دي. المكرونه يا جدعان حطيت عليها ملح بس، مفيش شويه تعليقات. ياه مستفز اخر حاجه. طب يا اختي يعني بصي قولي ايه. انا ما بحبش ام زياد وبكرهها، بس عشان ام زياد حامل في بطنها بيبي، فانا هعذرها بس عشان في بطنها بيبي، فانا مش هجرحها بكلمه عشان تفرد بطنها. اعذريها. ولا واحده كانت بالي ايه حرام عليكي انت معاكي 5 فنزليه. طب انزله لا يا اختي، ما يمكن لما انزله ربنا يعاقبني ويفقرني وينزلني 7 عرض، ينزلني تحت خالص. طب انا يمكن لما اجيبه ربنا يكرمني بيه ويكرمني بيه يرزقني. طب ما ايه يعني؟ طب ما بصوا يا جدعان دي بصلايه عشان اعمل البانيه. فبجد يا جدعان كلمه طيبه صدقه. اذا مش حباني يا اختي ما قلتلكيش حبيني غصب عني غصب عنك، فعادي تطلعي بره الفيديو وادعي لي ربنا يكرمني ويسعدني ويرزقني برزق ولادي، وانا نفس الكلام اقول لك ربنا يرزقك. وبلاش تقولي كلمه سلبيه تاذي بني ادم، عشان انت قاعده ورا الكاميرا فتاذيني بكلمه، فانا من جوايا هدعي عليها. ده استجاب برضه ولا يا جدعان؟ هتستجاب. البصلات دي هعمل بيها ايه؟ هبشرها بالبشره عشان نتبل بيها البانيه. هنروح نبشرها ونرجع نرغي شويه في الكومنتات السلبيه وفي الاسعار الغاليه اللي احنا بقينا فيها في الدنيا بقى. تبلت بقى البانيه، نضفته وحطيت عليه فلفل اسود وبشره بصله مبشوره وشويه ملح، وبنضف الفراوله عشان اعمل عصير. بصوا يا جدعان زوني منبوحه وبصوا وتعبانه من الحمل، اوكي؟
فانا بس بقول لك كده للاخت الفاضله، اي اخت بتخش تقعد تقول لي انت ليه حامل الكلام ده، عاوزه اوصل لك ان كل واحد بيعمل حاجه هو اللي بيشيلها. فاهمين على راي المثل اللي بيقول اللي بيشيل ابره مش عارفه ابره مخرومه، مش بتخر عليه، مش عارفه بيشيل ابره مخرومه حاجه كده، هو ما اعرفش بتحصل عليه. يعني كل واحد بيعمل حاجه هو اللي بيشيلها. ما دلوقتي انا حامل وتعبانه، الدكتوره منعاني من الحركه على فكره، الوقفه دي كده برضه كنت نايمه على السرير على ظهري. فانا طبعا عشان عندي اولاد لازم اقوم اعمل لهم اكل، وعندي بيت وعندي جوز وعندي شغلي، فلازم انا اقوم. فاختي انت ادعي لي ربنا يقومك بالسلامه ام زياد فقط لا غير. بلاش الكلام السلبي بقى يا جدعان، مش كل شويه فيديو اقول لكم كده. فانا دلوقتي اللي شايله همي مين؟ دلوقتي اللي واقف يطبخ ام زياد، مين اللي تعب وشكشك ام زياد، مين اللي هيولد ام زياد. انا اللي هسهر وانا اللي هرضع وانا اللي هغير وانا اللي هسهر وانا اللي فاتح بطني. فانتوا مش هتعملي اي حاجه، اللي هتعمليه انت اللي هتتفرجي عليا بس، تتفرجي عليا كده اهو بس، مش هتعملي حاجه. فالدعوه الحلوه منك حلوه كمان عشان تقعد لك ممكن انت دلوقتي تكوني لسه والده، فربنا هيكرمك تاني يديكي يقول لك خدي بقى زي ام زياد مضايقت. مش طالب منكم اي حاجه الا تدعوا لنا فقط لا غير، وتتعبونا باللايك بس كده اهو، تدعوا لنا ربنا يقومنا بالسلامه. حتى انا عندي برد على فكره وزوري منبوح فانا اللي بشيل الليله. فاهمين؟ يعني مثلا دلوقتي الجو ساقعه، انا قمت لبست بنص كم في البيت، انا اللي هشيل الليله مش انتي. فكل واحد بيعمل حاجه هو اللي بيشيلها. يعني واحد حلق ده تاني زعلان ليه؟ كل واحد انا دلوقتي ربنا كرمني هقول له لا خفوا شويه والنبي والله العظيم انا تعبانه، فخفوا شويه يا جدعان، خفوا لو وحياه اغلى حاجه في حياتكم خفوا. بس كده انا اتكلمت في الفيديو ده ما فيه الكفايه على السلبيات. وبرده بشكر اي حد بيقول لي تعليق جميل. هننضف الفراوله ونشوف هنعمل ايه. ولولي جات لكم اهوت. لولي غني لهم يا لولي، غني لهم اغنيه ايه؟ ماما جابت بيبي. بصي غني يا لولي. طب غني ماما جابت بيبي يلا. هو عشان النار. وغني يا لولي بيدور على حاجه. لولي عاوزه ايه؟ الوان. خلاص يا جدعان ننضف الفراوله نرجع لكم تاني. يا جدعان المكرونه كاني بسلق فراخ مش عاوزه تتسلق، مش عارفه ليه، يمكن عشان عريضه. غسلت بقى الفراوله بتاعتي. بصي يا اختي انا بعمل فراوله وانا بفرمها، بعملها باللبن طبعا زي ايه زي بس بحط اضافه ايه؟ علبه زبادي. فانت لو بتعملي زي كده فدوسي لايك وقولي لنا ايوه ام زياد بتحطي ايه؟ بتحطي علبه زبادي. هي علبه زبادي بلدي او اي زبادي انت بتستخدميها. يا جدعان حد يناولني مقص يا جدعان، ساعدونا محتاجين مساعده. اشبري بقى يا ماما. ليه يا ابني؟ اعمل كورن فليكس. طبعا انا هحط كله لبن كده اهوت عشان ايه؟ انا ما بشربش اللبن، عندي انافه منه. حابه اقول لك يا محمد اوكي عندي انافه من اللبن. وعلبه زبادي محتاجين معلقه يا جدعان. انا لسه هندور. بصوا زبادي باللبن. ايش قال لك استعرفي. والسكر هاتي بتاع ده طبعا عشان الخلاط بتاع لا مش كتير يا حبيبي، انا كده بتاع كده. قلت حاجه؟ هنعمل البتاع ده كده وهنفرم. انا خايفه يا جدعان يطير. شفشق امسكي فرمته بقى. بصوا يا جدعان تبقى طعمها جميل قوي وكمان ريحتها حلو مش مسكره قوي، فيها مزازه. حطه هنا بس يا بنت عشان نشربه ايه بعد ما نتغدى. كان عندي شفشق بالغطا بس اتكسر. نحطها في التلاجة ونشوف الحاجه مكرونه مش عاوزه تستلق ايه ونرجع. دلوقتي بقى هنعمل صلصه المكرونه. بصي يا اختي ازازه الزيت دي بقت ب 65 جنيه، مش عارفه على ايه يا اختي، مش عارفه. يعني احنا المفروض نعمل ايه؟ ننقط. والله العظيم صدمت. جوزي امبارح نزل يجيب حاجات فجاب لي ازازه وما عنديش زيت. على فكره مش بناخد تأمين عشان ما تجيش تقولي واحده تقول لي استلو عارف انك حامل هيوديكي في داهيه. انا ما باخدش تأمين والله العظيم. فكل حاجه علينا. والثوم اهوت بسم الله. على فكره يا جدعان انا بشم ريحه الثوم بحس بطني بيجيلها مغص. اي واحده حامل بنفس النظام زيي ولا انا الحمل ده مختلف عن الحمل ده؟ فين المعلقه اللي بقلب بيها؟ المكرونه انا بعملها بالثوم بس، وساعات ببشر عليها بصلايه تبقى طعمها حلو برضه. انتوا بقى بتعملوها ايه؟ اكتبي لي في كومنت كده انت بتعملي يعني المكرونه ازاي. كانت واحده كاتبه لي كومنت يا جدعان بتقول لي هو انت ليه بتاخدي منع ترجيع او بتاخدي مثبتات؟ هو انت مش ده سادت المفروض بتاخدي مناعه؟ هو الحمل بيرفع مناعه؟ بالعكس يا اختي الفاضله الحمل بيقلل المناعه. يعني انت لما تعرفي انك حامل المناعه بتاعتك بتكون صفر لان جسمك كله بيفضل يشتغل للبيبي.
فانا اول مره بتقولي المفروض خدت مناعه. عاوزه اقول لك حاجه، الحمل دوت مختلف عن الخمسه الموجود اللي قبل كده، اللي قبل يعني قبل لولي ما كنتش برجع خالص. الحمل دوت يوميا تربيع، يوميا تربيع. لازم اخد برشامتين قبل ما انام، مش التربيع الازرق ده، واخد حقن كل 3 ايام عشان التربيع، وباخد حقن تثبيت. غير لولي كنت مش برجع، اخدت التثبيتات ولا اي حاجه. محمد الكبير خد تثبيتات وكنت متدهوره، وحبيبي خدت تثبيتات برضه. فكل حمل بيختلف عن التاني، وربنا يرزق كل مشتاق. مش عارفه، انا حاسه من ساعه ما الناس عرفت ان انا حامل بقت قضيه راي عام. كل ما انزل فيديو يخرب بيتك انت جايبه 5 وساتت، يخرب بيتك انت مش مكسوفه عشان ابنك طولك. طب انا يا جدعان ابني طولي، انا متجوزه، انا عندي 15 سنه، يعني قد البنيه دي كده صغيره. ربنا امي توفت واتجوزت انا صغيره 15 سنه، وخلفت محمد على طول. فانا ذنبي ايه؟ انا متجوزه صغيره، عندي 35 سنه. طبعا تقعد تقول لي شكلك 50 شكلك 60. والله اختي العمر ده مجرد ارقام. واحد تقول لي هو انت مكمله، هو انت فاكره نفسك هتربيه؟ ده انت هتموتي بدري، هتموتي عشان انا يعني 35 سنه كبيره بقى. فاختي كانت واحده كاتبه لي كومنت بتقول لي الطفل ده جاي لك هديه من عند ربنا. انا كان عندي طفل ومات وهو عنده 2 سنين لوحده. تقول لي هو نايم صحي لقيته متوفي. فالموت دوت يعني ملوش سن. انا امي ماتت عندها 30 سنه، ملوش سن. وابن عمتي توفى وغرق في الميه في البحر، يعني حلو في الميه دي، وهو عنده حوالي 17 سنه كان بيصيف وغرق. فالموت يا جدعان ملوش سن، يعني انا ممكن اكمل، ممكن اموت دلوقتي، ممكن اموت حالا. فالموت ملوش سن. وبعدين 35 مش كبيره، يعني مش واحده عندها من 80 سنه. 35 زي احسابها اختي. انت عندك كام سنه يا محمد؟ 18. انا متجوزه عندها انا حلو عندها، انا متجوزه عندي 15. دي بقى 18 سنه على 15 19. عندي 15 يبقى عندي 30 و3 سنين يبقى 33 وسنه حمل. بتاعت الحمل يعني يبقى 34. عندي 34 سنه ونص. طوبة حلقات. انتوا بقى مش مصدقين عليا. واحده تقول لي اختي انت بتضحكي عليا، بتضحكي علينا. بسم الله، انت شكلك عندك 50 سنه. 50 سنه بذمتك دي واحده عندها 50 سنه. وبطلوا اختي بطلوا. انا في الفيديو ده كلمت كتير قوي عشان الناس دول عشان خانقوني بجد. بذمتك دي واحده منظر واحده عندها 50 سنه او 60 سنه. بذمتك ارض ذمتك شكل واحده عندها 50 سنه. ولو عندي 50 سنه اختي حملت كده عادي والدكتوره ما منعتنيش من الحمل، ما قالتليش انت كبيره وعجزتي وهحاولك كسري، وقالت لي لو عاوزه تعملي تاني اعمليها. ازاي يا اختي؟ دي منظر واحده عندها 50 سنه. وحتى لو عندي 50 سنه يا ستي والله العظيم مش زعلانه. وحتى لو ما تم 70 سنه والله ما زعلانه، لاني كل عمر ليه بهجته وليه فرحته. يعني انا دلوقتي مبسوطه بنفسي. انا عندي 35 سنه، ابني ما شاء الله كبير، بنتي ما شاء الله كبيره، عندي لولي، عندي هبه، عندي زياد. مبسوطه بنفسي، مبسوطه بالحاجات اللي انا اعملها. ولما تم 40 وتم 50، طبعا لما تم 50 محمد يكون اتجوز وجاب لي احفاد بقى، وممكن محمد كمان سنه يتجوز ولا سنتين يتجوز ويجيب لي بيبيهات. اكون انا بقى تيتا صغننه كده اهوت، العب مع عيال ابني كده، اتنطط معاهم، اروح انا ومرات ابني نجيب حاجات حلوه. انا وبنتي سني حلو قريب، انزل اطلع البس هدوم على الموضه. يعني سني صغنون، مش سني عجوزه بقى وتيتا وكرمشه. الحمد لله ما عنديش كرمشه في وشي. اهدوا انتوا هتدخلوا هولش في السابع والله العظيم. كده الصلصه بتاعتي هنسيبها تسبك. انا دخلت كتير في كده. البانيه بتاعي بعمله ازاي؟ حتى بنت وقفت. بصوا يا جدعان، بتحطي بيضايه واحده على البانيه. ممكن بقى تحطي البيض ده لوحده وتقعدي. انا بحط عليه كله. لا انا بقى عشان البيض غالي وكده فبحط بيضايه واحده وبقلبها بايدي كده اهوت. هاتي طبق، تحطي في طبق الفيجيتار اهو يا بنتي، طبق اهو. حطي فيجيتار، استغفر الله العظيم. ما شفت شكل البيض يا جدعان، بطني وجعتني. يلا يا بنتي بسرعه يا بنت. اهو بصي بتتبلي كده اهوت، وبتاخدي قطعه البانيه بتاعتك تعمليها كده اهوت يمين في شمال وتدوسي كويس. ممكن تحطي عليه كورن فليكس. اخد كورن فليكس بتاعك كام سنه يا محمد؟ ليه؟ هو مسكر ولا دلع؟ في الحقيقي يعني من غير ما تحطي عليه لبن. لا مش عادي. ممكن على فكره تعملي تجيبي إيه؟ ممكن كنت هقول ممكن تكسري الكورن فليكس تدقيه كده كرمشه وتعمليه، بيبقى طعمه حلو برده، يعني تنوعي بدل الفطار وكده. انا عارفه يا حبيبي، انا خبره في الاكل. الخبرة كلها معانا هنا. خبره يا جدعان اهو. وبنعملي كده اهوت. بتحطي بقى عندك في الفريزر مثلا 10 دقايق او في الثلاجه عندك، عشان بس ايه هنقول عليه كفر، بنقول عليه كفر اللي هو الطبقه دي تمسك فيه. في اسهل من كده؟ البانيه سهل جدا، يعني بتهيألي حبيبه المفروض تقف تعمله. انا عايزه اغسل المواعين والسنين خلاص اهوت
اهو يا جدعان. هنروح بقى نكمل الباقي ونرجع نشوف هنعمل ايه. الا يا اختي الصلصه بقى سبكت، هبدا اتبلها. بصوا بحط فلفل اسود وشويه شطه وملح. وقفت بقى يا جدعان المرق الدجاج ممكن احطها بس مش كتير، يعني حبه صغيرين كده عشان مضره بقى وكده. اختي عاوزين ناكل بقى اكل مفيد، والملح طبعا على حسب ما انت عاوزه. كده حلو جدا. وهنقلبها. وعملت هنا كمان بصوا قشرت بطاطس، عامله شويه بس محمرين، بس مش مكتره زيت عشان الزيت برضه غالي الايام ديت، فانا مش مكتره. هعمل حبه بطاطس حبه حبه. بصوا وحاطه في البتاع خل وملح. بسم الله. كده اهو. وهنيجي في الناحيه الثانيه ندوق الصلصه. واحد تعب من الوقت. الله يا اختي لو كنتوا شفتوا الحته ديت زمان كنا بنيجي نعمل اكله المكرونه ديت مكرونه وبانيه ما يكونش معاكي فلوس او الدنيا مزنعه، يعني مزنعه معاكي. دلوقتي المكرونه لو جيت تعملي كيلو مكرونه ب 2020 جنيه ولا اكتر كمان، والبطاطس غاليه وكل حاجه غاليه. بتعملي حبه المكرونه دولت بالبانيه هيكلفوكي بتاع 100 جنيه ولا اكتر كمان، بتاع 120 جنيه. يعني والله بجد ربنا يعيننا جميعا يا جدعان، يعيننا ويعيننا ويعينكم انتوا كمان على الاسعار اللي بقت في النار ديت، والزيت والحاجات كلها بقت غاليه جدا. كده خلاص الصلصه بتاعتي اتبلت وبقت لذيذه وبقت حراقه يا حبيبي. بقت حراقه. وهنحط المكرونه الغريبه ديت لما ننزل. انا بحب الصلصه كتير في المكرونه. طبعا يا جدعان انا باكل اي اكل زي كده بيكون فيه حموه على صدرك او تعبانه، بتدخلي تاكلي حبه صغننه مش كتير وشربتين من اب، بس مش كتير برضه، يعني حبه صغيرين تريحي معدتك. لو بصي كميه الصلصه عامله ازاي. انتوا كتره صلصه يا بنتي؟ هي فعلا مش عارفه. انا بحب الصلصه. انا بحبها كتير كده اهو. بصوا اخدت وقت معايا واحلى غدوه يا جدعان والله العظيم وسريعه. احنا عشان لغينا في شويه حاجات. هبدا البس محدش اي حاجه. هنحط بس نقطه زيت على الوش بحب في الاخر احط نقطه زيت. هنقلب البطاطس. انا بحب المصفى والفلفلايه المعلقه. كده بقى فاضل ايه يا جدعان؟ نحمر بطاطس ونرجع نقدم الاكل فتره كده. خلصت بقى يا جدعان الاكل وانا خلصت. بصوا اول ما خلصت جالي زي موت كده دوخه، قفلت على الفيديو وما اكلتش. بصوا يا جدعان البانيه ده مخلي البانيه برد، فانا هحط اسخنه في الميكروويف. وكمان سخنت البطاطس لان انا قفلت نص ساعه وما اكلتش. بعد ما بعمل اكل لازم ارتاح كده بتاع نص ساعه ساعه وبعدين اكل. ما بعرفش اكل على طول. خدت البرشام بتاعي الحقت يا همس هخليها دي ايه ده؟ كنت هسخن المخلل. هنسخن البانيه عشان بارد. احطه كده على حوالي دقيقتين. مش عارفه الطبق ده يخش ولا لا يا جدعان. اللي يعرف برشام لمنع الترجيع يعني كويس يكتب لي اسمه عشان انا بجد زهقت من الترجيع ده. هي اللي ايه وبالذات لما بشم ريحه الاكل بجد بتنرفز. ايه هنبدا نغرف يا جدعان. بسم الله. اوعي يا لوش. بسخن كمان المكرونه. لا شكلي كده ضغط وشي. ايوه اوعى عليك عشان مفيش حاجه تقع عليك. بسم الله. ايه اوعى ده كان ضغط شكله وشي. هي ما بتاكلش كتير صح؟ هي ما بتاكل. انت عاوزه مكرونه؟ يعني ده الهبه. وهنجيب طبق للولي. خلصت بقى يا جدعان غرفت. طبعا انت هتفضلي تقولي فين طبق جوزك. طبق جوزي اهوت، طبقي انا ده لو كلته، وده طبق حبيبي، وده طبق محمد، وده طبق هبه، وده طبق زياد، وده طبق لولي، والبانيه هو كل واحد قطعته، والبطاطس والمخلل. وانا خلاص خلصت يا جدعان. حاسه ان انا عندي هبوط حاد مش عارفه ايه اللي جرالي. دايما يجي بالليل او قرب ما اجي اعمل اكل احس ان انا جالي هبوط او الصبح بدري. فيلا ربنا يعيننا يا رب. عشان كده الجنه تحت اقدام الامهات. تيجي نقفل الفيديو يا لولي؟ هاتيها يا هبه. ما اقولهاش. يلا وكده الفيديو بتاعنا خلص وكان معاكم مدير وهبه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولولي